أهلا بيكم يا رجالة في فيديو جديد. النهاردة هنعمل تمارين باي وريست متقدم للناس اللي دراعهم ضعيف وعايزين يزودوا الحجم والتحديد. هوريكم كل حاجة بالتفصيل، العدات، المجموعات ونصايح علشان تستفيد أقصى استفادة. أنا كوتش محمد وأنا هنا علشان أساعدك. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ. الجزء الأول تمارين الباي المتقدمة. 1. انكلاين دمبل كيرل 4 مجموعات في 12 عدة. البنش المائل يعطي تمدد كامل للباي، ركز على التحكم في كل عدة في الجزء الطويل من الباي ويعطي شكل عضلي أكبر. 2. هامر كيرل مع دمبل أثقل 4 مجموعات في 10 عدات. نصيحة: حرك الدمبل ببطء وركز على العضلة الوحشية للباي. فايدة: يعطي حجم كامل للذراع ويبرز العضلة الجانبية. 3. كونسنتريشن كيرل مع توقف أعلى نقطة 3 مجموعات في 12 عدة لكل دراع. نصيحة: شد العضلة على أعلى نقطة ثانيتين قبل النزول، بيشد الباي بشكل متقدم ويزيد التحديد. 4S تكنيك تمرين 21 2 مجموعات في 21 عدة، 7 أسفل 7 أعلى 7 كامل، هتفرق معاك في حجم دراعك. الجزء الثاني تمارين الريست المتقدمة. 1. ريست كيرل بالدمبل ثقيل 4 مجموعات في 15 عدة. اتحكم في الحركة، ركز على الانقباض الكامل في كل عدة، يقوي الريسك ويزود التحكم في التمارين التقيلة. 2. ريفرس ريست كيرل 3 مجموعات 12 عدة. نصيحة: شد العضلة الخلفية للريسك ببطء، بيوازن القوة ويكمل شكل الذراع. 3. فارمرز ووك ثقيل جولتين في 40 ثانية، بيشتغل على القبضة وقوة الريسك مع كل الذراع. 4. بليت بينش جريب أو فينجر تيب كيرل جولتين في 20 ثانية، زيادة قوة القبضة، تحسين التحكم والدقة في عضلات الريست الصغيرة. دي كانت أقوى تمارين باي وريست متقدمة للي دراعهم ضعيف وعايزين يزودوا الحجم والتحديد. جربوها 3 مرات في الأسبوع وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. شدوا حيلكم وشوفكم في الفيديو الجاي.